بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ فيديو بقى امبارح وفيديو النهاردة. ادعولي بقى ربنا يقويني واستمر على كده. ولكم شوفوا منظر المطبخ، احنا ما عملناهوش امبارح، هنعمله النهاردة. شوفوا بقى، انا اديت البت 20 جنيه، راحت جابت لي كيلو خيار وحتة سلك قد ايه، وقالت لي دول بال20 جنيه. ينفع؟ والله ما ينفع، والله ما ينفع. يلا ما علينا، هنعمل شوية سلطة هيتكلفوا ما شاء الله عليهم 35 جنيه. فلفل وطماطم وخيار وجزر. علشان نجيب سمك كمان، كيلو ونص سمك ب100 جنيه. ما شاء الله 150 جنيه، وهناكل رز وسمك. ننضف المطبخ بقى كده ونقول ايه معانا يا رب. هنلم بقى المواعين دي كلها، مش هنروح عند الحوض الا لما ننضف بقى الدنيا دي كلها. ايه اللي وقف لنا على الكاميرا؟ سيبكوا بقى، انا معايا ناس في الشقة النهاردة برضو، بنتي وابنها، وهتشوفوا في الفيديو ده مواهب. والله هتشوفوا في الفيديو ده مواهب. نلم بقى كل الكراكيب اللي قدامنا دي. اهو. نلم بقى كده، وعندنا بقى ايه النهاردة؟ قلنا نجيب سمك، وجبت ابني وجبت بنتي وابن بنتي كمان. بصوا كان عندنا النهاردة ما شاء الله، يعني يا ربنا يزيد ويبارك. البلد ملانة. اهو هنلم بقى كل اللي قدامنا ده في الحوض عشان تحسي ان الدنيا رقت كده. نضفي بقى اللي حواليكي. بقول لكم الفازه دي هوريكم دلوقتي هنعمل لها ورد تاني غير الورد اللي فيه. عشان الورد اللي كان في الفازه دي اختي الله يصلح حالها يا رب وعقبال ولادها خدته يوم الحنه بتاعت ابني. ودي الحنه، دي بقيت الحنه، العلبه دي بقيت الحنه. والجوانت ده كنت بلبسه وايدي محروقه، طبعا انتوا عارفين ان ايدي كانت محروقه. بقول لكم شوفوا الحنه باظت. ايدي كانت محروقه وكنت بلبس الجوانت ده وانا بشتغل. هنشيل بقى كل ده كده. وان المفرش ده انا بموت فيه بصراحة، بينقذ لي الرخامة. يعني هو صراحة اللي كان مشجعني. وعلى فكرة هو مش وسخ، هو ده لونه، هو نبيتي غامق. بس انا بقى خلاص هرميه لان خلاص باظ. نغسل بقى الرخامة دي كده، نجيب شوية بريل ونغسلها وننضف الدنيا كده. ادعولي بس ربنا يقويني كده ويكمل ان انا استمر على الفيديوهات كل يوم كده، ويعيني يا رب. وقولوا لي بقى ايه رأيكم كده، وادعوا لي بس بالله عليكم تتفرجوا على الفيديو للآخر. بالله عليكم اعملوا لايك واعملوا اشتراك. يلا بقى قوموا كده تشجعي، ما تقعديش وتنتخي كده وتسيبي الدنيا تضرب تقلب حواليكي وما تنضفيش. لا قومي يلا وشجعي كده ونضفي. العباية طويلة، معلش. اصلا الكاميرا والتصوير ده بصراحة رابطة، والله والله رابطة. ده انتوا اصبروا عليا، ده انا هطلع لكم بعد كده بالفيونكة اللي بعملها عشان اعرف اروق. هنظبط بقى الدنيا كده معانا، هتبقى معانا زي الفل. اصبروا بس اصبروا. اهو. خلاص بقى كده نضفناها ونشفناها. مش هنفرشها بقى دلوقتي، هنسيبها شوية كده. طبعا دي بعد نقطة زيت اي حاجة طرطشت على السيراميك تبقى ايدك فيه على طول، عشان يفضل مفيش فيه بقع ومفيش فيه اي زيوت. كده عملناه. تعالوا بقى نروح للبوتاجاز. هوريكم بقى انهي مفرش نحطه، ده ولا ده. بس ده هيبقى قصير وبقية الرخامة هتبقى فاضية. احنا هنحطه وهنشيله تاني. اصبروا بس، ده انا طول النهار هفضل في المطبخ ده. والفازة، مش بقول لكم انا عندي ناس. ارمي كل ده. الفازة دي بقول لكم، ده انا هحط لها ورد دلوقتي وهظبطها واخليها زي الفل. اصبروا بس عليا، ننضف بس البوتاجاز. اهو. هو طبعا نضيف عشان انا ايدي فيه على طول. مش مش سايباه على طول. ايدك في الحاجة هتبقى زي الفل وهتنضف معاكي، ومش هتفضل الزيت مش هيمسك فيه او الدهون هتمسك فيه.
حبة بريل هيبقى معاكي زي الفل اهو. شوفوا هو نضيف والله العظيم. بصوا هو يعني مش بيرغي. انا مش عايزة ارغي، مش عايزة اكب مية. البريل على السلكة بيشيل اي دهون، يعني مش تكب مية بقى وتعملي رغاوي وتفرحي ان انتي عاملة رغاوي كده، لا. هي حبة بريل بس على السلكة، شوفوا تخلي البوتاجاز زي الفل، فل شمعة منورة كده. قولوا لا اله الا الله محمد رسول الله. هتشوفوا الوقت بقى الضيف اللي هيجيلنا في الفيديو ده، قولوا له كده يسلم يسلم قلبي قلبي وعمري وعقلي الضيف اللي هيجيلنا ده. كده خلاص البوتاجاز خلص والرخامة خلصت. نجيب بقى حتة سلكة نضيفة عشان نغسل ايه كراكب دي. السلكة ام 7 جنيه دي. كيلو الخيار ب12 جنيه ليه يا جماعة؟ ليه كيلو الخيار ب12 جنيه ليه؟ ربنا يرخي قوت المسلمين. نشيل بقى كل ده ونغسل بقى ايه الازايز الكوبايات ونخلصها، وبعد كده نخش على المواعين. انتوا شايفين ولا انا سادة على الكاميرا ولا ايه النظام ولا ايه بالظبط؟ اصبروا بس اصبروا، هوعلكوا الوقت. عاملة بس الازازة بريل اهو. نغسل الكوبايات بقى بالسلكة وهي نظيفة، ونضفنا الدنيا. بصوا بقى امبارح انا عملت الشقة، وبصراحة المطبخ عملته النهاردة، ما عملتوش امبارح وسبته. يعني انا هو نضيف ما كانش كده. طبعا الكراكيب دي بتاعت الفطار للجماعة اللي كانوا عندنا. طبعا بنتي ومرات ابني وابن بنتي وفطروا ومخلصوا وجوزي وفطروا، وخلوا المطبخ بقى كده. يعني اي حد بيخش المطبخ غيري بيبقى المطبخ كده. انا هخلص بقى وارجع لكم تاني اهو. شوفوا قلبي انا قلبي تيتا. شو بقول لكم؟ اعملوا لايك اعملوا لايك. عمري وما يقعد معايا بقى هيشرفني. كده اهو الضيف ده بقى يفضل قاعد معانا شوية لحد ما نخلص، ونغسل بقى المواعين دي كلها واخلصها وارجع لكم تاني. ده قلب تيتا بقى ما بيسيبش تيتا، يفضل قاعد جنبي كده اهو. هو شاطر وبيسمع الكلام اهو. كده خلاص خلصنا. بيقول لي انا هطلع اجيب لك الطبق اهو. بيقول لكم اعملوا لايك باي. قلبي. هنغسل بقى الحاجة دي كمان والصواني ديت، وهنغسل المعالق. بصوا بقى النهاردة كان يوم عالمي في المطبخ، ومعايا لولي كمان. هو بيحب كده، يحب يقعد جنب تيتا. عشان تعرفوا ان انا ايوه انا تيتا. انا مش زعلانه ان انا تيتا، انا تيتا. هنغسل بقى دلوقتي بقى، اضحكوا عليه دلوقتي هتشوفوا جماله وجمال امه. يا ناس ده سكر. نغسل بقى الصفايه بتاعه المعالق كده من ركنتها، ما تسيبيهاش كتير عشان الميه اما بتنزل في ارضيتها كده بتطوسها. فايه خلي ايدك فيها على طول. اه مش بقول لكم عندي ناس؟ طول ما انا عندي حد في الشقه تلاقوني كده بقى، ما تشغلوش بالكم. هنغسل بقى المواعين دي ونخلص، وايه هرجع لكم تاني بالمطبخ بقى تلاقوه زي الفل اهو. ايه رأيكم بقى؟ ونشفت المطبخ وخليته زي الفل. قلت لكم شوفوا انا شاطره. هنقعد الواد بقى ده هنا، ونفرش بقى ايه الرخامه. ايوه كده شطوره. طول ما ايدك في الشقه تحبي التجديد. بصي لو نقلتي حاجه من مكانها بتغير مكان وبتغير شكل، وبتديكي طاقه وبتديكي حاجات جميله. شو امه بتقول له قول لهم قولوا له اعملوا لايك، قال لا اسكتي انتي ما تقوليش.
اهو شوف بيقول لها اسكتي انتي اسكتي انتي اهو. هو هيقول لكم يا كده اعملوا لايك. انا بحب احط الصواني دي كده بتدي شكل حلو، فبحب احطها كده واحط جنبها بقى فص الورد. هنشيل بقى ده اهو، ونحط له بقى ورد تاني، جايبه لها ورد تاني وعاطي شكل جميل جدا في المطبخ. استنوا استنوا اهو. ايه رأيكم بقى كده؟ تخشي المطبخ بقى كده تلاقي شكله جميل. ايه رأيكم؟ بقول لكم الولد ده مجنني والمطبخ بقى جميل اهو زي الفل. ها، قلبي انا. عشان الكوتش بتاعه وقع، عايز الكوتش. نغسل بقى المعدشه الارضيه بتاعه المطبخ، هنمسكها بقى كده ندعكها ونخليها زي الفل، وفي الاخر الطبق يتكسر اهو. كده خلاص خلصنا اهو، خلصنا الدنيا وخليناها زي الفل اهو. الشطارة مش مستنية حد، وما انتش مستنية حد يقولك قومي اعملي، مش مستنية حد يعملك. قومي اعملي، قومي شغلي نفسك، قومي شجعي نفسك، وايد على ايد بتساعد. بس عارفين، انا لما بكون لوحدي بعمل كل حاجة والله العظيم. يعني انا النهاردة عشان كان عندي ناس، بصوا انا طول النهار بروق، طول النهار بشتغل، طول النهار بلف حوالين نفسي كده اهو. وكنا بناكل ايه زي ما قلت لكم، حبة رز وسمك، عشان كنت صايمة بقى اول يوم رجب. كل سنة وانتم طيبين. وخلينا خلصنا خلاص. انا وانا صايمة بحب اشتغل سبحان الله، بحب اشتغل كتير وانا صايمة اهو. كده خلاص خلصنا اهو. يلا بقى هشجعوا الفيديو. يا دي ام العباية طويلة. كده خلاص اهو. شوفوا شوفوا بقى الطبق بتاعي اتكسر بعد ما خلصت مواعين. شفتوا اعمل ايه؟ يلا خير، قدر الله ما شاء فعل. الحمد لله. اللي بيجي في الازاز ما بزعلش عليه. ايه رأيكم بقى كده؟ اعملوا لايك واعملوا اشتراك عشان يوصلكم مني كل جديد. حبايب قلبي كل سنة وانتم طيبين، واشوفوا الشكر على خير ان شاء الله، ويجمعنا الخير والصحة والعافية، واحلى جمهور واحلى لايك واحلى ناس يا رب في الدنيا.